في تصعيد غير مسبوق في لهجته، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخيار وصفه مراقبون بأنه الأخطر حتى الآن، مهدداً باستهداف البنية التحتية للطاقة في إيران بدءاً بأكبر محطاتها إذا لم يتم فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية. هذا التهديد الذي جاء في سياق توتر متصاعد في الخليج عكس تحولاً لافتاً في طبيعة الخطاب الأمريكي من استهدافات عسكرية محددة إلى التلويح بضرب ما يعرف بشرايين الحياة داخل إيران. هذا التحول لم يأتي من فراغ، إذ يعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط العالمية يومياً، ما يجعله نقطة ضعف استراتيجية لكل من واشنطن وطهران. ومع تصاعد التهديدات المتبادلة، لطالما حذرت إيران من قدرتها على تعطيل الملاحة في المضيق، في حين سعت الولايات المتحدة إلى تأمينه عبر وجود عسكري مكثف وتحالفات بحرية دولية. غير أن نقل التهديد إلى قطاع الطاقة الإيراني يقرأ وفق تحليلات مراكز أبحاث مثل المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية كتصعيد يحمل أبعاداً مزدوجة. فمن جهة هو محاولة لرفع كلفة التصعيد على إيران عبر استهداف بنيتها الاقتصادية الحيوية، ومن جهة أخرى يعكس إدراكاً لتعقيد أي مواجهة مباشرة مع منشآت عسكرية شديدة التحصين، خصوصاً تلك المرتبطة بالبرنامج النووي مثل مواقع نطنز وفوردو التي بنيت تحت طبقات عميقة من الصخور ويصعب استهدافها دون تداعيات واسعة. في المقابل، حذرت تقارير صادرة عن نفس وكالة الطاقة الدولية من أي استهداف مباشر لمنشآت الطاقة الإيرانية قد يؤدي إلى اضطرابات حادة في أسواق النفط العالمية ويدفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عن المخاطر الإنسانية المرتبطة بانقطاع الكهرباء والخدمات الأساسية عن ملايين المدنيين. التصعيد الأمريكي يضع أيضاً أطرافاً دولية أخرى في مواقف محرجة، خصوصاً المملكة المتحدة التي تمتلك قواعد عسكرية في أكروتيري وديكيليا. استخدام هذه القواعد في أي عمليات محتملة قد يثير توترات سياسية مع قبرص التي تحاول تجنب الانجرار إلى صراع إقليمي واسع، خاصة في ظل حساسيات قانونية وسيادية معقدة. ورغم حدة التهديدات، يرى خبراء في معهد بروكينز أن استهداف قطاع الطاقة الإيراني لا يعد خياراً بسيطاً أو نظيفاً عسكرياً، بل قد يؤدي إلى ردود فعل غير متوقعة من قبل الحرس الثوري الإيراني الذي سبق أن لوح بإغلاق المضيق بالكامل في حال تعرضت بلاده لهجوم مباشر، ما قد يفتح الباب أمام مواجهة إقليمية واسعة تتجاوز حدود الخليج. في المحصلة، يعكس هذا التصعيد انتقال الصراع من دائرة الردع العسكري التقليدي إلى ما يمكن وصفه بحرب البنى التحتية، حيث تصبح الطاقة والاقتصاد أدوات ضغط رئيسية. وبينما تراهن واشنطن على أن هذا التهديد قد يدفع طهران إلى التراجع، يبقى السؤال مفتوحاً حول ما إذا كان هذا النهج سيؤدي إلى احتواء الأزمة أم أنه سيدفع المنطقة نحو مرحلة أكثر خطورة، حيث لا تعود خطوط المواجهة واضحة ولا حدود التصعيد قابلة للضبط.